ويا من بكت لمصابه حور الجنان والملائكة في السماء، ويا من بقي غريبا بكربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا وفاز من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس مولاي الحسين بكربلاء متوسدا بين العداد رمالا، وكم استغاث بجده خير الورى والشمر منه يقطع الأوصالا، ودعا يا جداه ليتك حاضرا ترعى العيال وترقب الأطفالا، وتشاهد الشمر اللعين وقد علا صدري وصدري أمطروه نبالا. يا شمر تقتلني بغير جناية، ناديته لكن مضى مختالا، فاهتز في ذاك المهند عامدا نحري وهز أمامي عسالا، وعلى برأسي في السنان وكبروا لله جل جلاله وتعالى. يا ويلهم أيكبرون لفقد ما قتلوا به الإحسان والآمالا، فارتجت السبع الطباق وأظلمت وتزلزلت لمصابه زلزالا، وبكت له السبع السماوات العلا حزنا ومدمعها دما قد سالا. تركوا شلوا في الفلات وصيروا للخير من ذاك الجناب مجالا، الذي عليه مخضبا بدمائه وإليه كل أعلن الأعوالا، لا سيما جبريل نادى معلنا ركن الهدى بفراقه قد مالا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وصحبه، وجعلنا الله من الطالبين بثأره مع إمامنا عجل الله تعالى فرجه. ذكر كبار المؤرخين والمحدثين وكتاب السير والمقاتل لما مات معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله، وبايع الناس يزيد عليه لعائن الله، وكان أميره على المدينة الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وعلى الكوفة النعمان بن بشير، وأمير البصرة
البصرة عبيد الله بن زياد، وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص. كتب يزيد عليه لعائن الله إلى الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وكان واليا على المدينة من قبل معاوية. أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباده أكرمه الله واستخلفه وخوله ومكن له، ثم قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته وغفرانه وعقابه. عاش بقدر ومات بأجل. فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة على أهل المدينة. ثم كتب إليه في صحيفة صغيرة: أما بعد، فخذ الحسين بن علي عليه السلام، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، أخذا عنيفا ليست فيه رخصة. فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. ولما وصل الكتاب إلى الوليد بعث إلى مروان بن الحكم ليلا. فلما دخل عليه مروان وقرأ عليه كتاب يزيد ونعى إليه معاوية واستشاره في أخذ البيعة من هؤلاء النفر، فقال له مروان: أرسل الساعة إلى هؤلاء النفر فخذ بيعتهم، فإنهم إن بايعوا لم يختلف على يزيد أحد من أهل الإسلام. فعجل عليهم قبل أن يفشى الخبر فيمتنعوا. فوجه الوليد في طلبهم في غلس من الليل، فوجدهم يتعبدون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبلغهم الرسول بطلب أمير المدينة واستدعائهم، رجاء أن يغتنم الفرصة بمبايعتهم قبل الناس. فارتاب ابن الزبير من هذه الدعوة التي لم تكن في الوقت الذي يجلس فيه الناس، وظن أن هناك أمرا هاما وخطيرا. فاستشار الإمام الحسين فقال له عليه السلام: إني أظن بأن معاوية قد مات، وذلك أني رأيت البارحة في منامي كأن منبر معاوية منكوس، ورأيت داره تشتعل نارا، فأولت ذلك في نفسي أنه مات معاوية. فقام الإمام الحسين فدعا فتيانه وعشيرته ومواليه وأهل بيته وأمرهم بحمل السلاح، وقال لهم: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن أن يكلفني فيه أمرا أجيبه إليه وهو غير مأمون، فكونوا معي، فإذا دخلت عليه فاجلسوا على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه مني. ثم خرج الإمام الحسين من منزله وفي يده قضيب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في 30 رجلا من أهل بيته ومواليه وشيعته، حتى أوقفهم على باب الوليد. ثم قال: انظروا ماذا أوصيكم فلا تتعدوا، وأنا أرجو أن أخرج إليكم سالما إن شاء الله. ثم دخل
على الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم، فدعا الوليد إليه معاوية فاسترجع الحسين، ثم قرأ كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه. فقال الحسين عليه السلام: إني لا أراك تقنع ببيعتي سرا حتى أبايعه جهرا فيعرف الناس ذلك. فقال الوليد له: أجل، انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. فقال له مروان: والله لئن فارقك الحسين الساعة لم يبايع لا قدرت عليه منه على مثلها أبدا حتى يكثر القتلى بينكم وبينه، ولكن احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب عند ذلك الحسين وقال: أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أو هو؟ كذبت والله وأثم. ثم قال الإمام الحسين عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ليس له هذه المنزلة ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. ثم خرج الحسين بن علي فمر بأصحابه فخرجوا معه حتى أتى منزله. وفي رواية: قصد مرقد جده الطاهر لزيارته والشكوى إليه مما لاقاه من العنة والظلم وما سيلاقيه، فسطع له نور من القمر فقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، أنا ابنك وابن ابنك وابن ابنتك وصدقك الذي خلفت على أمتك، فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني وأنهم لم يحفظون، وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه، فجعل يقاتلهم حتى أثخن بالجراح وضعف عن القتال، وتكاثروا عليه من كل جانب وجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة ويلهبون النار ثم يلقونها عليه من فوق السطوح. فقال لهم مسلم بن عقيل: ويلكم ما لكم ترموني بالحجارة كما ترمى الكفار وأنا من أهل بيت النبي المختار، ويلكم أما ترعون حق رسول الله ولا حق قرباه. ثم حمل عليهم في ضعفه فهزمهم وكسرهم في الدروب والسكك، ثم رجع وأسند ظهره على باب دار من تلك الدور وهو يقول: اللهم إن العطش قد بلغ مني
فلم يجترئ أحد أن يسقيه الماء ويدنو منه. ورجع القوم إليه فصاح بهم محمد بن الأشعث: ذروه حتى أكلمه بما أريد. فدنا منه وقال: يا ابن عقيل، لا تقتل نفسك، أنت آمن ودمك في عنقي وأنت في ذمتي. فقال مسلم بن عقيل: آمن أنا؟ قال: نعم. وقال القوم: أنت آمن. فتكاثروا عليه وأعطوه الأمان. وفي رواية أنهم حفروا حفيرا وانهزموا من أمامه وقاتلوه فوقع بها، فشدوا عليه جميعا وأوثقوه كتافا بعد أن سلبوا عنه سيفا، فلم يبق يملك من نفسه شيئا. وقال: هذا أول الغد. فقال بعض من حوله: إن من يظلم مثل الذي تظلم لا يبكي إذا نزل به هذا الأمر. فقال: أمر الله، لست أبكي على نفسي ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين. إنه قد خرج إليكم اليوم من مكة، ثم جيء به إلى قصر الإمارة، ثم أدخل ابن عقيل على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة. فقال له الحرس: ألا تسلم على الأمير؟ فقال له: اسكت، لا أم لك، ما لك والكلام، والله ليس لي بأمير فأسلم عليه، إنما أميري حسين، إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه. فقال عبيد الله بن زياد: لا عليك، سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم عليه السلام: إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك، من كان خيرا مني. فقال له: خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين. فقال عليه السلام: كذبت يا ابن زياد، والله ما كان معاوية خليفة بإجماع الأمة، بل تغلب على وصي النبي بالحيلة وأخذ منه الخلافة بالغصب، وكذلك ابنه يزيد الفاسق. وأما الفتنة فإنما ألقحتها أنت وأبوك زياد من بني علاج، وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريته، فوالله ما خالف ولا كفر ولا بدل، وإنما أنا في طاعة أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن أولى بالخلافة من معاوية وابنه يزيد عليهم لعائن الله. والحمد لله، كفى بالله حاكما بيننا وبينكم. فجعل ابن زياد يشتم عليا والحسن والحسين. فقال له مسلم: أنت وأبوك أحق بالشتيمة منهم، فاقض ما أنت قاضي. فقال ابن زياد: أين هذا الذي ضربه ابن عقيل على رأسه بالسيف؟ فدعي ببكير بن حمران الأحمر، فقال له: اصعد به فوق القاص واضرب عنقه، ثم اتبع رأسه جسدا. فصعدوا به إلى أعلى القاص وهو في ذلك يسبح الله ويستغفره
ويصلي على نبيه وهو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وقتلونا. فطلب أن يصلي ركعتين فقالوا: ليس إلى ذلك سبيل. فصلى ركعتين واتجه نحو المدينة وصاح بأعلى صوته: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ثم أتي به إلى أعلى القاص فتقدم ذلك الشامي وضرب رأسه فقطعها. أين المنادي ومسلما وغربتا وقلة ناصرا، فرموا بجسمه ورأسه من أعلى القاص. المقدر جروا شاعة أخباره، رموه القوم من قصر الأمارة، هان الجتل بعده بقداره، مضل مولى بعد واحد يصله، مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيب تشيب الأطفال، هم شفتوا ميت يجرون بالأحبال، يا صاحب لا تظل صاير مثلها. يقول الرواة: فإن الحسين عليه السلام كان جالسا بين أصحابه، فقام واستوى واقفا وقال: عليك مني السلام أخي مسلم بن عقيل. ثم دخل إلى خيمة النساء وقال لزينب: أخي علي بحميدة بنت مسلم. أجلسها في حجره، أخذ يمسح الدم والتراب عن رأسها. قالت: عام، أراك تصنع معي كما تصنع مع الأيتام. قال: بني، أنا أبوك وهذه بناتي أخواتك. قالت: عام، أخبرني هل جرى على أبيه مسلم شيء؟ إلا يا عمي اشكتر بي حلوى الليالي، عزيز وفرقته تقتل الغالي. إلا عمي مسلم يا عم احكي لي حاله، من مات يا ولد دناله، غسلوا عن القايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر
عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشباب خليه يدخلون جوا. حاجم اسمع حاجم. لا شباب دخلوا يا ابوي كلكم يا ولد. ولما لم يبق مع الحسين عليه السلام غير أهل بيته وعزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد ونفوس مستعدة للتضحية لا تهاب الموت وجموع الأعداء، وكانوا يتسابقون في الذود عن إمامهم عليه السلام. وكان أول من برز من أهل بيت الحسين عليه السلام علي الأكبر سلام الله عليه، وهو أول الشهداء من أهل البيت في كربلاء، وكان أشبه الناس بجده صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. استأذن أباه للقتال، تعلقت به مخدرات الإمامة فأحطن به وتعلقن بأطرافه وقلنا ارحم غربتنا لا طاقة لنا على فراقه، فلم يعبأ بهم لأنه يرى حجة الله وقد أحاطت به الأعداء من كل جانب ومكان لإراقة دمه الطاهر. ثم إن الحسين عليه السلام ألبسه بيده لامة حرب وأفرغ عليه درعه ومغفره وشد وسطا بمحزم ادخره من أبيه أمير المؤمنين، وتعانقا طويلا يبكيان. ثم أركبه فرسه ثم شد علي الأكبر على الأعداء، فلم يتمالك الحسين دون أن أرخى عينيه بالدموع وصاح بعمر بن ساع قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك، وسلط عليك من يذبحك على فراشك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال اللهم اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ثم تلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال ثم شد علي الأكبر عليه السلام شاهرا سيفه رافعا صوته أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي. ضرب غلام هاشمي علوي فقاتل علي الأكبر قتال الأبطال وعينا أبي عبد الله تلاحقان. وكانت أمه ليلى تنظر إلى وجه الحسين وبينما هي كذلك وإذا بوجه الحسين قد تغير، فظنت أن ولدها قد قتل فقالت أبا عبد الله هل حدث لولدي
سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. فقامت ودخلت خيمتها ورفعت يدها نحو السماء وقالت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، يا رد يوسف إلى يعقوب أردد إلي ولدي. دخلت إلى خيمتها دعت الله تعالى، ما هي إلا لحظات وإذا بعلي الأكبر يجندل بكر بن غانم ويرجع حاملا رأسه وهو يقول أبا يا حسين الجائزة الجائزة. تدري شنو الجائزة؟ الجائزة الآن هاي أمامنا هو الماء الذي لا يملكه الحسين في يوم عاشوراء. قال أبا العطش قد أجهدني. قال بني ضع لسانك على لساني، وضع لسانه على لسان أبيه، وإذا به يقول الله أكبر، فإن لسان الحسين كالخشب اليابس. قال بني ادخل وودع أمك، ودعها ثم ودع الحسين عليه السلام ورجع إلى القتال فقاتلهم قتالا شديدا وأثخنهم بالقتلى والجرحى فتكاثروا عليه بعد أن قتل منهم جمعا كثيرا. ثم ضربه منقذ بن مر العبد على مفرق رأسه ضربة صرعا، وضربه الناس بأسيافهم من كل جانب ومكان. ثم اعتنق فرسه فحملته إلى معسكر الأعداء فقطعوا بسيوفهم إربا شبق المهر أطفال يودي لابو حسين عن القوم يحمي. أويل المهر للعدوان فربي واجب أرض وسط العسكر. لما سقط عن ظهر جواده رفع صوته مناديا يا أبتاه هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وهو يقول العجل العجل فإن لك كأسا مذخورا حتى تشربها الساعة. فلما سمع الحسين نداءه أسرع نحوه، ولما وصل إليه أرخى برجليه من الركاب رمى بنفسه عليه تمدد معه طولا بطول. يقول من حضر رأينا الحسين كانت روحه أن تخرج من بدنه. جلس عند رأسه أخذ يمسح الدم والتراب عنه، وإذا بعلي الأكبر ينظر إلى الحسين ويبكي. قال بني مما بكاه؟ قال أبا هذه أمي فاطمة تنظر إليك وهي تبكي بكاء عالي. إلا يا ابني من سمع عنك ولينك من شبحت لعند الموت عينك. يا ابني هاي آخر سنينك حاتفني عليك الدهر الأبشر. قال فلما نظرت زينب عليها السلام الحسين يجود بنفسه خرجت من الخيام وهي تنادي وعليا وولدا وابن أخاه
فترك الحسين علي الأكبر وأرجع زينب إلى الخيام، ثم رجع ففاضت روحه الطاهرة بحجر أبيه، فقام الحسين وقال يا إخوتي احملوا أخاكم، فوالله لا طاقة لي على حمله. لما جاءوا به نحو الخيام أخذه الحسين وتوسط بين توسط به نحو بين الخيام، فاستقبلته بنات الرسالة بصدور دامية وزفرات وارية وعولة تصك سبع الملكوت، وأمامهن عقيلة بني هاشم زينب الكبرى صارخة ناجبة، فألقت بنفسها عليه وكأني بها تقول دقوم العلي الأكبر يا ليلة داوي جروحه وهالليلة، لامت حرب شايل ثقيلة ابن الماي بردينا قليلة. فخرجت أمه صارخة نادمة حتى وقعت عليه واحتضنت وأخذت تشمه وتضمه إلى صدرها، وصرخت النساء ولطمت الخدود، ولم يدعهن الحسين يدخل، واجتمعن حول علي، هذه تقبله وهذه تشمه، وأخذن يبكين علي ويندب وكأني بأمه ليلى. كل أثار الولد للجبل مرة ما أحلاه من يمشي ويلولا، يما فتشت العين ولم الوفاء اجل بين دبر بين اشمارات، او حرم علي العيش والسار عقب العمر ما بعد يرى. وضعت رأس ابنها على حجرها إلا يا ابن الجنة ليا، يما يا الولد يا ابن الجنة ليا، اوحط راسك يا يما على رجلي وامسح دمك يا ابن بنيا. قال فبرز آل الحسين فقتلوا جميعا، فقتل آل مسلم وآل الحسن وإخوان الحسين عليه السلام. وإذا بغلام يخرج من المخيم كأنه فرقة قمر، وهو القاسم بن الحسن، لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، ثم استأذن عمه الحسين فأبى أن يأذن له، فعاد إلى الخيام وتذكر كتاب من عند أبيه الحسن عليه السلام كان يشده في عضده، فتحه وقرأه وجد فيه بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقف عن نصرته. وأخذ الكتاب إلى عمه فأخذه الحسين وبكى، فألبسه عمامة الحسن وقلده سيفا وودع العيال، وخرج ودموعه تسيل على خديه وهو يقول إن تنكروني فأنا ابن الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المتهم بين أناس لاسوا صوف المزن، وكان وجهه كفرقة القمر، فقاتل قتالا شديدا حتى
حتى قتل على صغر سنه 35 رجلا. ويقول أحدهم: كنت في عسكر بن سعد فكنت أنظر إلى هذا الغلام عليه قميص وإزار ويلبس نعلان قد انقطع شسع نعله، لا أنسى أنها كانت اليسرى. فقال عمرو بن سعد الأزدي: والله لأشدن عليه. فقلت: سبحان الله، وما تريد بذلك؟ والله ولو ضربني ما بسطت إليه يدي. يكفي هؤلاء الذين احتوشوه. قال: والله لأفعلن. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه ونادى عماه. قال: فجاء الحسين فتخلل الصفوف وشد شدة الليث الحار وضرب عمرا بالسيف فاتقاه بيده فأطلبها من المرفق فصاح، ثم انحنى عنه وحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من الإمام، فاستقبلته بصدورها وسحقته بحوافرها ومات عليه لعنة الله. فانجلت الغبرة فإذا بالإمام عليه السلام قائم على رأس القاسم وهو يفحص برجله ويقول: بني قاسم، عزيز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. بك ونادى: يا جاسم يا ريت السيف قبله حزوي، هانيكم تخلوني وعلى خيامي يا عمي قالت من الطبور يا جاسم ما ترى وين جروحه، لو ان ابقى يا عمي جئت نوحه، قلب مثل الغضب وبدمع محمر. قال: فحمله الحسين عليه السلام ورجل القاسم تخطان الارض كأن الحسين قد انكسر ظهره، حمله إلى الخيام وضعه مع علي الأكبر، تمدد بطب معهما طولا بطول، جابه ومدده بجمع لهم يا ويل، بس ما سمعت النسوة اجت أمة تصيح الله أكبر. اتمدد الحسين بين شبيه رسول الله وشبيه الحسن. والله لا تولون يا شبان، والله لا تولون، ويا بنت الوجود تفتون قلبي بنت الوجود، ويا شبان مثل الورد تزهون، حشافة على الغبرة تنامون. هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبتنا بأبي عبد الله الحسين. نقل أصحاب المقاتل
أنه كان مع الحسين أخيه العباس عليه السلام، وكان كلما يطلب الإذن بالقتال يمنعه الحسين ويقول: أخي أنت صاحب لواء وحامل راية، إن ذهبت تشتت عسكر. نقلوا بأنه العباس سمع أصوات الأطفال تنادي: العطش 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 يا عمار. فلم يطق صبرا فقال: أخي أبا عبد الله إذن لي. قال: أخي إن كان لابد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من ماء. فأخذ القربة وشدها إلى منكبه واتجه نحو القوم، فاعترضته الرجال كشفهم عن الماء. نزل إلى الماء، مد يده، أحس ببرودته، اكو بعض خطباء الحسين هم قارين هاي القضيه، يقول: ترى انه صوره امير المؤمنين بالمؤمن، ولي تشرب الماء، طب الماء من يده يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت ان تكون. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ملأ القربة، اتجه نحو الخيام، فاعترضه الأعداء فقاتلهم قتالا شديدا وأثخنهم بالقتلى والجراح. فلما رأوا أن لا يقدروا عليه أخذوه غيلا، فضربه أحدهم بالسيف على يمينه قطعها، السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. قال: ثم غاص في أوساطهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وإذا بآخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها. وكان هم العباس إيصال الماء إلى خيام الحسين. والله إن قطعتم يساري يا نفسي لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رهب حر النار. فنظر اللعين بن سعد قال: ويحكم ارشقوا القربة بالنار، فوالله إن شرب الحسين الماء أفناكم عن آخركم. فرشقوا القربة بالنار، فوقف العباس متحيرا. فوقف متحيرا، لا عنده ما يوصله إلى الحياة ولا يدين حتى يقاتل الأعداء. فرشقه القوم بالسهام، سهم وقع في صدره، سهم في عينه. لله وإنا إليه راجعون. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبتنا بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته وصحبه. قال الراوي: بينما الحسين عليه السلام قال: ولما قتل العباس عليه السلام جعل الحسين عليه السلام ينظر يمينه وشماله، فلم ير أحدا من أصحابه وأنصاره إلا من صافح التراب جبينه ومن قطع الحمام أنينه.
فنادى بأعلى صوته: هل من داب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. فنهض السجاد عليه السلام يتوكأ على عصا ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع الحركة. فصاح الحسين بأم كلثوم: احبسيه وإلى الخيمة رديه لئلا يقتل فتخلو الأرض من نسل آل محمد. قال الراوي: هذه المصيبة العظيمة. بينما الحسين في هذا الحال وإذا بأعرابي قد أقبل نحوه مسرعا، فلما وصل سلم عليه ودفع إليه كتابه، ففضه الحسين وقرأ فأجهش بالبكاء وأسرع إلى المخيم رافعا صوته: هلمن يا بنات رسول الله، فلقد جاء الكتاب وعظم المصاب. فخرجنا مسرعات واجتمعنا حول الحسين. فقالت زينب: أخي أبا عبد الله، أما المصاب فنحن فيه، لكن أخبرنا عن الكتاب. فقال: أخي هذا كتاب من ابنتي فاطمة العليلة. تسلم علينا وتسأل عني وعن أعمامها وإخوتها وبني عمومتها وسائر بني هاشم ونسائها، وتكثر فيه من العتاب. إلا بويا الغياب، بويا من عادة الغياب، بويا لا غرب وعن دوري الأحباب، بويا يودون لابد قطعة كتاب ولا يخلون الدمع سجاد، ويا وقلب على اخوتي ذاب ونعاب وظليت الوج ولازم الباب، ويا كل سايد يا حسين طلاب وتحيرت بويا برد الجواب. فتعالت أصوات النساء والأطفال بالبكاء والعويل، فبكى الحسين بكاء شديدا لما قرأ ما في كتاب العليلة وهو فارغ ليس معه أحد. التفت إلى الخيمة مناديا: يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا أم كلثوم عليكن من السلام. فنادته سكينة: يا أبا استسلمت للموت. فقال: كيف لا يستسلم للموت؟ بل لا ناصر له ولا معين. فقالت: أبردنا إلى حرم جدنا. فقال: هيهات. فتصارخن النساء فسكتهن الحسين وأوصى زينب وقال: أوصيك يا أخي بنفسك خيرا، وإني بارز إلى هؤلاء القوم. فأقبلت سكينة وهي صارخة وكان يحبها حبا شديدا، فضمها إلى صدره ومسح دموعها وقال: سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمار دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام منه الروح في الجثمان. فإذا أنا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه
النسوان. ونقل في الخبر أن زينب أن الرباب جاءت إلى العقيل زينب قالت خذوا ولدكم فقد جف صدري من اللبن. أخذته زينب وقالت أخي أبا عبد الله هذا الضيف جف صدر أمي، خذوا واطلب له شيئا من الماء. وكان الضيف يغمى عليه من شدة العطش. أخذه الحسين وضعه في حجره فأخذ يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان جدك المصطفى خصمه يوم القيامة. ثم حمله بيده وسار إلى القوم من جهة اليمين وقال يا قوم أنا الذي أقاتلكم وليس هذا الطفل الرضيع وهو عطشان، خذوه واسقوه ماء وأعيدوا إليه. إن كنتم تخافون أن أشرب من فاضل الماء. لكن لم يسمعه أحد من كثرة ضجة الخيل والرجال، فذهب إلى اليسار فلم يلق جوابا، فوقف في القلب وقال أنا الذي أقاتلكم وليس هذا الضيف، خذوه واسقوه ماء. فكان رد القوم قسم يقول اسقوه والآخر يقول لا تسقوه. قال ابن ساحة ويلك ألا ترى شو يجي الحرملة يقطع نزاع القوم. قال الولد أم الوالد؟ قال ويحك ألا ترى رقبة الغلام كأنها إبريق فضة، فسدد سهمه ورمى الغلام وذبحه بين يدي الحسين، فصار بين يديه كالطير المذبوح. فأخذ الحسين دمه ورمى به نحو السماء ولم يرجع من ذلك الدم قطرة واحدة. تلقى حسين دم الطفل بيده، اشحاله يجتلب حضنه وليده، سالوا ترس شفه من وريده، رمال السما وللقاع ما خاف. شلون حسين يوم الطفل عنده عبد الله انذبح من فوق زنده، ظل محتار به حسين وحده، يدفن لا يجيب للصواوين، على خد الطفل سال الدمع. اش يقل لعمته اش يعتذر لاخته، شفيد انترس من دم رقبته، ذبل السما وضرب السما سنين، نظر طفله ورقبته شلون ماله، حنه ودمعته من العين سالت. يا ابويا وللسهم روحك اش قالت، ذبح وعطش بويا ضقت الاثنين. ثم إن الإمام الحسين عليه السلام أمر عياله بالسكوت وودعهم، وكانت عليه جبة خز دكناء وعمامة موردة، أرخى لها ذؤابتين، والتحف ببردة رسول الله، وتقلد سيفه، وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه، فإنه مقتول ومسلوب. قال فأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه، ودعا بسراويل حذرة ففزرها ولبسها لئلا يسلبها، ثم ركب جواده وتوجه نحو الميدان، وإذا
الرضاء خلفه وقد غارت عيناها من شدة العطش وهي تنادي إن أبي وعمي قد بكروا إلى الماء ولم يرجعا. فقال لها أنا ماض إليهما لأخبرهما بضمنك. فقالت يا عم خذني معك فإن العطش قد قتلني. فبكى الحسين وقال بني إذا أخذتك فمن يردك إلى الخيار. فصاحت زينب عم ارجعي فقد أحرقت قلوبنا وأجريت دموعنا. قال الراوي ثم تقدم الحسين وحيدا في ساحة المعركة يقاتل فنادى عمر بن سعد في جيشه ويل لكم أتدرون